صورها أثناء العلاقة الزوجية في أوضة النوم قال: الزوج اللي يعمل كده لزوجته فهو مش راجل، وأنا لا أحترم أي حد يعمل حاجة زي كده، وما أعتقدش إن علا هتوافقني إن أعمل حاجة زي كده، وأنا كراجل صعيدي ما أقبلش إن أعمل حاجة زي كده. وقال أنا معرفش ليه هي بتقول الحاجات دي، وقالت كمان حاجات كتير، وقال كانت بتطلع في برامج كتير وكانت بتمدح فيا، وكنا طول عمرنا زوجين بنخاف على بعض، وكنا في منتهى الحب والحنان وكل حاجة كانت موجودة في حياتنا. وأضاف: أنا قابلت علا في المطعم، وكان كل صيف أولاد علا غانم لما كان أولادها بيخلصوا مدارس كنا بنروح على أمريكا في بيتي، واستمر الموضوع ده 3 سنين، وعلا ضغطت عليا علشان أبيع البيت ده. أي علاقة بيني وبينها لمدة 7 سنين هي بتوصل لحد تاني رسالة، أو بتفكر إن البني آدم اللي بيسمع الكلام ده بني آدم غبي أو مش فاهم. لكن الحقيقة إن أنا مش ممكن أقعد مع زوجتي 7 سنين من غير علاقة زوجية. كنت في نفس السنة أو في نفس الشهر هنزل أتجوز واحدة تانية. وردا عن اتهامها لي إن هو مدمن قمار قال: أنا مش مدمن خالص. إحنا بنروح في لاس فيجاس أوقات بنقعد نتسلى، وهنا في مصر أوقات بقعد أتسلى شوية لما بكون زهقان وبطلع أتسلى شوية. هل معنى كده إن أنا باخد منها فلوس؟ دي فلوسي. وقال أنا سعيد إنها قالت موضوع ال7000 دولار اللي بتديهم لي، لأن المحامي بتاعي في أمريكا منتظر الأستاذة علا تروح أمريكا علشان هنرفع قضية ليبر بورد عليها، اللي هو مكتب العمل في أمريكا هيواجهها بالموضوع ده. وإحنا دلوقتي بنسجل الشريط اللي عملته مع ريهام سعيد، وفي شكوى اتعملت. وأنا عارف إن علا مش عارفة يعني إيه ليبر بورد، لأنها ما تفهمش حاجة في البيزنس، وهي بتقول إنها سيدة أعمال وبتملك أوتيلات وتملك محلات. وأنا عمري ما كنت عاوز أتكلم على علا كلام غلط، وقال أنا عاوز أوجه لعلا حاجة بسيطة جدا، وأقول اللي قلتيه ده كله كذب، وأنا هثبته للناس كلها علشان يعرفوا قد إيه كذبك اللي انت قلتيه، وانت تعرفي إيه عن البيزنس. وأضاف: هو مين اللي وصل علا لأمريكا؟ وقال أنا شايف إن في حد جديد ظهر في حياتها، وهي عاوزة تثبت له حاجة، أو عاوزة تثبت حاجات تانية للناس، لأن فجأة علا اتغيرت 90 درجة. وأضاف وقال هي كانت معايا في المكسيك في فرح ابني، وهزر وقال ما يمكن هي اللي دفعت لي تكاليف الفرح ده، أصله اتكلف حوالي 200 ألف دولار، وفرحي أنا وعلا اتكلف حوالي 1,000,000 جنيه سنة 2005. ويوميها نزلنا اشترينا عربيتين، واشتريت لها فيلا في جمعية أحمد عرابي، والفيلا دي اتكلفت حوالي 5 مليون. واشتريت فيلا تانية في العين السخنة، وقال علا اتقبض عليها في أمريكا في 23 أغسطس، وأنا معايا ما يثبت ذلك. والسبب إن علا كانت شاربة جامد جدا في اليوم ده، ودخلت عليا الأوضة وكانت بتتهمني بحاجة عجيبة قوي. كانت ماسكة تليفوني بتقولي أنت بتكلم بنات. قلت لها دي البنت اللي شغالة في المكتب وأنا بلغتها بحاجة. راحت علا مسكت التليفون وكسرته. بعد كده جريت على برا، فلما شفتها في الحالة دي جريت وراها، راحت ماسكة الكوباية اللي بتشرب بيها خبطتني بيها فجت جنبي واتكسرت، وحاولت تخرج من البيت بس أنا منعتها، وأخدت مفاتيح العربية علشان كانت شاربة جامد ولو خرجت هيحصل لها مشكلة. راحت علا اتصلت بالبوليس، ولما البوليس جه دخلني الأوضة وعرف الموضوع واتقبض عليها ودخلت السجن. وتاني يوم طلعت من القسم، اتكلمنا مع بعض وقالت لي انت هتعمل ايه؟ قلت لها مش هعمل حاجة، كان ممكن اكمل القضية بس انا اتنزلت عن كل حاجة هي عملتها فيا. وقتها عورتني في صدري وانا تنازلت عن حقي، بس الحكومة الامريكية مش بتتنازل لما يكون في حد عامل حاجة غلط. فالقاضي حكم عليها ب6 شهور تكون تحت المراقبة، وال6 شهور لسه ما خلصتش، وهي كسرت فترة المراقبة دي لما ضربتني واعتدت عليا وعملت لها قضية. وانا كلمت المحاميين اللي في امريكا وطلبوا مني اني اخد الاوراق دي وابعتها لهم، وانا قبل كده عرضت عليها اننا نروح لمصحة علشان تتعالج من اللي بتشربه، وهي رفضت تماما. وكمل وقال بس هي خفت من اللي كانت بتشربه
وبدأت تشرب حاجات أقل منه بكتير. وأنا أتمنى إن علا تسمع الكلام وتتعالج، وأمها وأخوها هما اللي بيضغطوا عليها علشان تعمل خلع. وفي مشكلة كبيرة بيني وبين أخوها، لأن أخوها في سنة 2017 كان في حد اسمه الأستاذ محمد حسين، صفيت أنا وهو محطة من محطات البنزين اللي في أليوب، والأستاذ محمد حسين هو اللي ماسك لي الأشغال بتاعتي اللي هنا في مصر. ولما صفيت المحطة دي، الأستاذ محمد حسين قال لي أنا عايز أبقى لوحدي وأعمل محطة لوحدي، فأنا زعلت لأنه كان حد أمين جدا معايا. جت علا وقالت لي ما تخلي أخويا هو اللي يمسك المحطة دي، وأنا قلت طب ما هي فكرة. قلت له تعالى يا أستاذ عبد الله غانم استلم المحطة. المحطة فيها مواد بترولية ب900,000 جنيه، وفيها ب300,000 جنيه زيوت، وفي زيادات فلوس بحوالي 900,000 جنيه. والأستاذ عبد الله مضى على 1,200,000 جنيه عهدة عليه. وبعدها بشهرين سافرت، فوجئت بمدير الحسابات بتاعتي بيكلمني وبيقول لي يا أستاذ عزيز، الأستاذ عبد الله ما بيحطش الفلوس في الحساب. رحت كلمت الأستاذ عبد الله، قال لي لا كله تمام، أنا بس بحطهم لك على جنب وبحوشهم لك. قلت له يا عبد الله الفلوس دي لازم تخش الحسابات علشان يشتروا بيها بنزين. قال لي ما تقلقش أنا مظبط كل حاجة. أسبوع 2 3 اتصلوا بيا تاني وقالوا لي الحساب مفيهوش إلا 300,000 جنيه. حاولت أكلم عبد الله مرتين مردش. جيت أتكلم مع علا لقيتها بتزعق لي. قلت يبقى في حاجة غلط. رحت راكب طيارة ونازل على مصر. رحت محطة البنزين وسألت على عبد الله وقلت له ايه الأخبار. قال لي أخبار ايه؟ قال لي كله تمام والمحطة شغالة. قلت له طب فين الفلوس؟ قال لي معرفش. قلت له يعني ايه ما تعرفش؟ العهدة اللي أنا مسلمها لك فين؟ قال لي معرفش. خد بعضه ومشي. جيت أكلمه تاني ما بيردش، اختفى عبد الله. وسألت العمال قالوا لي ده خد كل العهدة ومشي. وطالبته بالفلوس تجاهلني وما قدرتش أعمل له حاجة. بقيت أتخانق مع علا علشان أخو مراتي، ولما هددني عملت له محضر عدم تعدي، وده كان سنة 2017 في اسم أبو النمرس. وأنا منعت أمها إنها تخش عندي علشان لسانها طويل. قلت لها لو سمحت انت مالكيش حاجة هنا واطلعي برا البيت، وده سبب العداء اللي كان بيني وبينهم. وأضاف وقال حاجات كتير أنا عملتها لعلا وما كنتش متوقع إنها تنكرها، وكفاية إن ربت لها أولادها ولا كانوا محرومين من حاجة. أحسن أماكن في العالم راحوها، أسبانيا، فرنسا، مونte كارلو، إيطاليا، لففتهم العالم. هل يا ترى ما يتحسبليش حاجة من دول؟ وأمهم نفسها لففتها العالم على حسابي، ومعايا صور ومعايا حاجات بتثبت ذلك.